كنت راجع من عند المقابر بالعربية والحصان، وفجأة الحصان وقف قدام قبر معين، مش قبر عادي، ده نفس القبر اللي حكولي إن حصلت فيه جريمة بشعة، وساعتها عرفت إني مش راجع تاني. أنا عايز أحكي لكم عن موقف مرعب مريت بيه في شغلانة قديمة، لحد النهاردة لما بفتكرها جسمي بيقشعر. كنت بشتغل في تشوينة رمل وزلط وأسمنت، والمكان ده كان قدام المقابر على طول. يومها كنت مخلص الشغل وقرب المغرب، وفجأة جه زبون متأخر وعايز عربية رمل ومعاها 3 شكاير أسمنت. أنا قلت مش هينفع، خلاص ده ميعاد مروح، لكن الزبون وصاحب الشغل قلح وافق. بس قلت للزبون أنا مش بشوف بالليل، وانت بيتك بعد المقابر، أسلمك الطلب وترجعني تاني. ووافق. واحنا ماشيين في الطريق اللي بيعدي من وسط المقابر، الجو كان رهيب، هدوء قاتل وظلام قبل المغرب. الزبون فجأة بدأ يحكي لي قصة مرعبة عن كل قبر بنعدي عليه. أول قبر لطفل خطفوه تجار مخدرات، فصلوا رقبته عن جسمه، الراس في تربة والجسم في تربة تانية. قبر تاني لواحدة بنت خطفوها مدمنين، اغتصبوها وقتلوها ورموها هناك. وكل ما يعدي قبر يحكي لي مصيبة أبشع من اللي قبلها. أنا بدأت أطلب منه يسكت، بس هو كان بيكمل كأنه مستمتع بالرعب اللي معيشني فيه. المهم وصلنا ونزلت الرمل والأسمنت وقلت له يلا بينا زي ما اتفقنا ترجعني. بكل برود قال لي لا، طريق السلامة، مش هرجع معاك، الناس شغالين ومش هينفع اسيبهم. انا اتصدمت وقلت له ازاي، انا مش هشوف ارجع لوحدي. رد وهو بيبص لي بابتسامة غريبة، اللي حكيت لك عنه مش هيسيبك لوحدك. وفعلا وانا راجع بالعربية والحصان لوحدي، الطريق ظلام مخيف، المقابر يمين وشمال، هدوء مرعب ما فيهوش نفس. وفجأة الحصان وقف قدام قبر معين. الغريب انه نفس القبر اللي الزبون قال لي انه ابشعهم. الحصان رفض يتحرك مهما حاولت، بدأ يرفس ويميل شمال ويمين كأنه عاوز يدخلني في المقابر. والهوا بقى يعصف حواليا والخيالات بدأت تظهر. انا شايف كل اللي حكالي عنه، شايف الطفل اللي متقطع، شايف البنت اللي بتناديني وبتمد ايديها من القبر وتقول لي الحقني. اتجمد الدم في عروقي، كنت على وشك يغمى عليا. الادرينالين بس هو اللي كان بيحركني. مسكت الكرباج وضربت الحصان بكل قوتي. الحصان جري جري متعرج كأنه بيهرب من أشباح. وصلت بالعافية وسلمت العربية لصاحب الشغل وما قدرتش أنطق. بس من يومها ما روحتش الشغل ده تاني أبدا. لو عجبتك القصة اعمل لايك للفيديو وشير وتابعني علشان يوصل لك الأرعب، وخليك فاكر الرعب الحقيقي لسه ما بدأش.